عاملين ايه؟ طبعا انتم متحمسين دلوقتي، كلكم نزلتوا التحديث وبعد ما فتحت الموبايل اتصدمتوا بالواقع. وفين المميزات؟ فين التغيير؟ ايه اللي حصل؟ احنا اتضحك علينا ولا ايه؟ ما تقلقش، انا مش طالب منك حاجه غير انك تركز معايا لاخر الفيديو، وانا هوريك كل اللي اتغير وفين المميزات المخفيه واللي متداريه واللي محتاج بس حد يوريها لك. نخش في الموضوع على طول، وتعالى كده نبدا نسخن بكام ميزه في التصميم والشكل، وبعد كده الباقي بقى. نبدأ بلوحة التحكم. هي ما حصلش عليها تغيير، هي يعتبر هي ويمكن كتير ما يلاحظش الفرق يعني، لكن هو حاجة بسيطة حصلت كده. كل جزء كده بحواليه زي ما يكون متحدد بهالة كده بيضة حوالين كل جزء، بتحددها بحيث تفصل الجزء ده عن الجزء بتاع الإضاءة، عن الجزء اللي تحت، عن الجزء اللي فيه الواي فاي والبلوتوث. فيعني هالة بيضة خفيفة كده، يفترض ان هي تدي شكل جمالي اكتر يعني، اكتر من كون انها ميزة. حاجة بسيطة في الشكل، وهي كده كده الشكل ده من ساعة ال One UI 7 وهو جميل وكل حاجة. ولكن تعالى مثلا اوريها لك في حتة تانية يمكن تبقى اوضح. هي هتبان اكتر في الصوت لان هم ضافوها في الصوت برضو. تعالى نعدل كده الصوت، هتلاقي في هالة كده حوالين، هالة كده محددة، هالة بيضة كده اهو في كل جزء. يعني موجودة هنا برضو، موجودة هنا، موجودة هنا. الأكتر كده بتبقى في الجناب، هي دي نفس الهالة اللي موجودة برضو في آه، لوحة التحكم هنا. يعني أنا عارف إن كنتم متضايقين على موضوع الساعة الديناميكية وكده، ولكن إيه رأيك في الساعة دي؟ كمل باقي الشرح وتعالى أقول لك موضوع الساعة دي بتتعمل إزاي، وحلوة وجميلة، وهو ما تضايقش نفسك يعني. طبعا لو دوست كده ونروح عند الويدجت أو التطبيقات المصغرة وتتحط دي، برضو هما يعني غيروا بعض الأيقونات، ضافوا بعض الحاجات ممكن تقلب فيها. يعني مش هستفيض قوي في الحتة دي عشان منضيعش وقت. تعالى اوريك ايه اللي حصل بعد كده. في اكتر من حاجة اتغيرت في المجلد الامن السكيور فولدر، وتعالى اقول لك فيها كام حاجة برضه حلوة وفي كام حاجة كده غريبة. فتعالى نعرفهم مع بعض كده. هتنزل لوحة التحكم عشان توصل له، هتلاقيه بقى موجود ايا يكن انت حاطه فين. وزي ما انت لاحظت ده اول تغير حصل. انت اول ما بتدوس عليه كان في الاول بيظهر على طول عندك على شاشة التطبيقات، بعدين لما تيجي تفتحه يطلب منك الباسورد. لكن دلوقتي اللي حصل مجرد ما انت تدوس عليه من لوحة التحكم عشان يظهر اصلا لازم تحط الكود ده او البن بتاعك. لو ما حطيتوش مش هيظهر اصلا على شاشة التطبيقات، فلازم تحط الباسورد الاول. فدي يعني تقدر تقول كده خطوة اضافية من الامان، بحيث محدش يعرف يظهره اصلا غير لما يكتب البن او الكود اللي انت عامله زي كده عشان يفتح. ودي تاني حاجة اتغيرت واضحة جدا، موضوع الشكل. بدل ما كان التطبيقات موجودة زي اي فولدر عادي على الموبايل، لا، التطبيقات بقت واخدة حجم اكبر بالعرض، وبقيت كمان مش صفح ورا بعضيها زي العادي، بقيت تسكرول فيها كده بالطول، بحيث ان اي حاجة هتزودها هتبقى لتحت بقى تقلب فيها كده اهو، بدل ما كانت صفحات. والايقونات نفسها قلت شوية وبقيت بدل ما 3 مثلا، او هي يعني شكلها بقى اصغر كده، يوحي لك يعني بالشكل الجديد اللي هم عملوه ده. وقبل ما نروح على الميزه اللي بعد كده، فيا ريت لايك سبسكرايب في القناه، احنا عاملين شغل عالي اهو. اعمل لايك، اعمل لايك، انا مستنيك. يلا. حاجه برضو غريبه وضايقتني وهتضايقك لو انت بتستخدم المجلد الامن ده باستمرار، انك لما تيجي تطلع كده اهو، تيجي تدخل تاني، ما طلبش منك الباسورد ولا بصمه ولا اي حاجه، هو فتح كده، اي حد معدي يدوس عليه هيفتح. طيب دي كانت حاجة في الإعدادات إحنا بنشغلها. يعني تعال نروح على الثلاث نقط وتروح هنا عند الضبط وتروح عند قفل المجلد الآمن، وهتلاقي هنا في خيار اتشال. وطبعا دي حاجة غريبة، يعني لو مش هتزودوا ميزة ما تشيلوش ميزة، يعني أمر طبيعي. امشي معايا كده. كان بيبقى من ضمن الخيارات دي في خيار اللي هو انه يقفل بمجرد انك تخرج، لو مجرد الخروج يقفل. مش فاكر اسمها كان ايه بالظبط، لكن ده اللي كان بيحصل يعني. دلوقتي الخيار ده اتشال واكتفوا هيقفل لما شاشة التليفون تتقفل. خلاص قفلت التليفون، يا اما بعد 5 دقايق، 10 دقايق، 30 دقيقة، يا اما بعد اعادة تشغيل الموبايل. فخيار انك اول ما تطلع هو تلقائي يقفل دي ما بقتش موجودة. فدي يعني لو انت نسيت وخرجت من غير ما تقفل الموبايل كده ساعتها، يعني زي كده مثلا، وسبت الموبايل، فأي حد ممكن يجي يدوس عليه يفتح على طول. لازم بقى علشان هو يقفل لازم انت تقفل الشاشة كده، ونيجي نفتح، نيجي ندخل، ساعتها بقى يطلب البن او الكود بتاعك. فيعني
عشان تتأكد انه قفل لازم بقى انك تقفل الشاشة، يا اما تعمل حاجة تانية هم ضافوها برضو يعني عشان تحل المشكلة دي. تعال اقولك عليها ايه. هتروح على الثلاث نقط، والخيار اللي اتضاف هنا عشان يحللك المشكلة دي القفل والخروج، اللي هو يعني تدوس عليها هيقفل الألبوم ويخرجك منه. تعال نقربها كده، القفل والخروج هو خرج اهو فعلا، لكن لما تيجي ترجع هيطلب منك البن. فيعني دي الخطوة البديلة لحتة انك تخرج يقفل. لا، انت قبل ما تخرج لازم تدوس على الخيار ده عشان تقفله وتريح دماغك. هي مش مفهوم هم عملوا كده ليه، بس يعني ما تضايقش نفسك، هي طالما ليها حل فتمام يعني، وانت تتأقلم معاها غير اي مشكلة. طيب الحاجة اللي بعد كده ضافوها برضو حاجة كويسة يعني، لا بأس بها. نروح مثلا على الثلاث نقط، تلاقي تحت خيار اللي هو القفل والخروج ده حاجة اسمها إخفاء المجلد الآمن. وطبعا دي كانت بتتعمل عن طريق انك تقفله من ستارة التحكم فوق هنا، لوحة التحكم، لكن هم ضافوها هنا فتعمل إخفاء المجلد الآمن. فبيقول لك هنا، بيفهمك ايه اللي هيحصل، بيشرح لك انك بعد ما تخفي المجلد الآمن عشان تفتحه هتنزل لوحة التحكم زي ما موضح في الصورة هنا عشان تشغله، وفي ساعتها هيطلب منك البن او الباسورد او البصمة زي ما عملنا في الاول. فهتدوس على اخفاء المجلد الآمن وهو خلاص اختفى من هنا، فمش هتعرف تجيب له حتة غير لما تنزل على لوحة التحكم كده زي الشاطر وتدوس عليه ويطلب منك البن بتاعك. ايه تاني حاجة ضافوها بعد كده؟ موضوع إخفاء التطبيقات. هي كانت موجودة في الضبط وتدخل لها من حتة، لكن هم سهلوها يعني، بقيت موجود هنا أول ما تختار تقدر على طول يعني تخفي التطبيقات اللي انت عايزها. عندك حاجة تانية هنا، إضافة ملفات. دي لما تدوس عليها بدل ما كان بيدخلك بقى على طول على تطبيق الملفات وانت تعيش حياتك مع نفسك، تلف بقى تشوف انت عايز تضيف صورة ولا فيديو ولا تطبيق ولا، فهي بقيت هنا متقسمة يعني. هو مقسمها لك ومريح دماغه، صور، فيديوهات بقى، مستندات، صوت، في حيث انك تدوس فيدخلك بقى على الجزء بتاع الصور او بتاع الفيديو جوه الملفات نفسه من غير ما تلف انت كتير. طبعا لو عايز تضيف تطبيقات بتبقى من خلال علامة الزائد اللي هنا، فده اللي حصل على المجلد الآمن. فخلينا نروح للميزة اللي بعد كده، ونروح بقى المرة دي على الاستوديو. واستعد معايا عشان احنا كده دخلنا في حتت جميلة هتعجبك بقى، دخلنا في الجد بتاع الوان يو اي 8. عندنا الثلاث نقط او الثلاث شرط اللي تحت اللي هم بيجيبوا لك الاعدادات بتاعة الاستوديو، الضبط والفيديو وكل الخيارات دي. فاما تيجي تدوس عليها دلوقتي هتلاقي شكلها اتغير وبقي جميل، بدل ما كلها كانت ايقونات صغيرة زي كده اهو، كان زي الاربعة دول في اربعة تاني تحتيهم هنا اهو، لا هم كبروا شوية، رفعوا الايقونات دي لفوق وخلي الباقي عبارة عن مستطيلات، بدل ما كلهم شبه بعض بيبقوا عندنا هنا مستطيلات. فهي بقي شكلها أحسن، شكلها أجمل يعني، وبصراحة بقي شكلها أشيك يعني، تغيير برضه. تنظيف دي لما تدوس عليها بيجيب لك الصور المتكررة والمستندات أو الصور القديمة اللي أنت مش بتستخدمها، فبيقول لك يعني لو عايز تمسحها وتنظف الدنيا وتفضي مساحة وكده. والباقي كله انت عارفه يعني مفيش حاجة جديدة. وتعالى نروح على الحاجة اللي بعد كده في الاستوديو ونفتح ألبوم صور ونفتح صورة زي كده مثلا، ماشي. وتعالى لي على علامة القلم رايح تعدل الصورة. لاحظت انت برضو التغيير صح؟ طيب الأدوات اهي اللي انت بتتحكم فيها في الصورة، عايز تقلبها شمال يمين فوق تحت كل الكلام ده بقت موجودة فوق الصورة نفسها مش تحتيها. دي ادوات تحتيها لكن الادوات دي كانت برضو بتبقى تحت الصورة، يعني الصورة دي كلها كانت بتترفع لفوق وكل الادوات تبقى تحت. لا، الادوات بقى دي بقت عايمة على الصورة نفسها بحيث ما تاخدش يعني مساحة من الصورة. بص بقت عايمة ازاي، الادوات بقت زي ما يكون شفافة كده وعايمة على الصورة. برضو هي ميزة جميلة اكتر من ان هي تكون عملية، بس يعني ماشي يعني. وبالمناسبة في مميزات أكتر من كده في الاستوديو بالذات مع الموبايلات الداعمة للجالاكسي اي اي، والتطور الأكبر أصلا في الوان يو اي 8 هو كان على الجالاكسي اي اي، ولكن للأسف الولايات الاقتصادية لا تدعم جالاكسي اي اي أصلا. برضه هنتكلم في موضوع المميزات اللي ناقصة وكده، بس خلينا نشوف اللي عندنا بعدين نبقى نزعل على اللي مش عندنا. هو خلاف كده مفيش حاجة هنا، ولكن في ميزة تانية جامدة هتعجبك ويمكن ناس كتير مستنين حاجة شبه كده يعني. هي برايفت ألبوم، في ألبوم خاص هيتقفل ببصمة وهيبقى موجود في الاستوديو، هيتقفل ببصمة بجد بقى مش كده وكده.
وبما ان الفيديو طول وكده هيبقى طويل الصراحة عشان نكمله، فاحنا هنعمل جزء تاني، فعايزك تعمل لايك وسبسكرايب وتستنى الفيديو الجزء التاني بمميزات ال One UI 8. حاجة تانية محترمة وقوية بخصوص سامسونج وولت، انك تدفع بموبايلك وقريبا هيتم دعم الكروت دي في البنوك المصرية، وتقدر بعد كده تدفع بموبايلك السامسونج في اي حتة انت وبتحاسب. تفاصيل اكتر عن سامسونج وولت وازاي تشغلها وتضيف الكروت البنكية بتاعتك من خلال الفيديو ده. مع السلامة.